مفيش يعني ان الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. فالموضوع بجد كلنا اكيد عايزين ولادنا يتغيروا للاحسن، يعني مفيش حد بيكسل عن تربيه ولاده، بس هي الفكره ان في ناس شايفه الموضوع تقيل، في ناس من في النص نفسها بيبقى قصير، في ناس ما عندهاش المهارات اللازمه. فاحنا لازم نعرف احنا فين من كل ده. يعني لازم اعرف الاول انا الجي بي اس بتاعي، انا اللوكيشن اللي بتحرك منه فين. زي بالظبط ما باجي اظبط اللوكيشن قبل ما بحط انا رايحه فين، انا بحط انا فين دلوقتي. فدي مهمه قوي قوي، يعني دي نقطه مهمه وتنفع بقى في كل المواضيع اللي بنتكلم فيها ككوتشز او كمعالجين او كاخصائيين، يعني مش بس على المذاكره. فخدوا الموضوع ده على اي علم انتوا بتتعلموه، ان انتوا تشوفوا انتوا فين من الوضع ده. يعني انا مثلا هديكم مثال، انا عايزه اقدم نفسي الاول عشان انا قعدت اتكلم واغي وما قدمتش نفسي. طيب انا هدى حمدي، عشان بس ما ينفعش حد فجاه طالع عليكم كده يتكلم وانتم مش عارفينه. انا هدى حمدي، مرشد نفسي او استشاري اسري ونفسي وتربوي، سكول كونسلر يعني في مدرسه، ومدرب مهارات حياتيه معتمد من جامعه عين شمس، ومدرب بوزيتيف ديسيبلين من بي دي اي، بوزيتيف ديسيبلين اسوسيشن للامهات، مدرب للامهات معتمد من الجمعيه الامريكيه للتربيه الايجابيه، وبدا مدربه للمدرسين برضو، يعني بعمل ورك شوبس للتيتشرز، بعمل ورك شوبس للبيرنتس، وبعمل مهارات حياتيه للمراهقين والاطفال. فانا ماسكه يعني العمليه اللي هو المثلث بتاع ان هو طالب ومعلم واولياء الامور. ف بس يعني من هذا المنطلق النهارده بقى انا جايه اقول لكم ايه، كلام كبير قوي. نعرف احنا موقعنا ايه. هديكم مثال، احنا دلوقتي مثلا عايزين عندنا مشكله بتحصل لنا كلنا الحكايه دي، عايزين مثلا نشتغل شغلانه معينه ومحتاجين نتعلم السواقه. ادي مهاره، عايزين نتعلم السواقه عشان عايزين نروح مثلا المكان ده ونسوق ونروح، ومش عايزين نركب مواصلات او باص. ادي حاجه. وبعدين عايزين للمكان ده عايز انجلش، محتاج انجلش قوي وكده، ولما نروح عايزين يبقى منظرنا حلو وكده، ونعدي من الانترفيو او عدينا من الانترفيو بس عايزين نزود، والمكان اتفق معانا ان احنا ناخد كورس انجلش. ادي سكيل تانية. محتاجين في المكان اللي انا فيه مثلا هنبقى مثلا بنعمل يعني مبيعات، فاحنا محتاجين نظبط موضوع، احنا مثلا تجاره بس محتاجين كورس اكبر في الماركتنج مثلا او التسويق، سيلز او ماركتنج. تمام، فاحنا بقى دي مهاره كمان. انا بقى كأم في البيت محتاجه اظبط وقتي بين الشغل وبين ان انا في البيت، فانا عايزه تايم مانجمنت، عايزه اخد حاجه للتايم مانجمنت. عصبيه وبزعل دلوقتي، فانا محتاجه اخد حاجه للانجر مانجمنت. خلاص. فانا انتوا متخيلين كميه المهارات اللي انا مثلا لو انا في الحقبه الزمنيه دي من حياتي انا عايزه اتعلمها. انا عايزه اتعلم 5 مهارات. فانا ليه ببدا البدايه دي يا جماعه؟ عشان احنا كلنا عندنا حاجات ناقصانا، فاحنا بنحس ان احنا تايهين، يعني ابدا بايه طيب؟ فهي دي اللقطه بقى، ان انا فين من خريطه حياتي، انا ايه اللي محتاجاه دلوقتي حالا. يعني انا دلوقتي الاهم بالنسبه لي وانا رايحه الشغل ده ان انا هتعلم السواقه، فانا لازم ارتب، ودي البرايورتيز، ان انا اعمل ترتيب للاولويات في اللي انا محتاجاه دلوقتي اهم وبشكل عاجل، بنسميه هام وعاجل، يعني ناخدها كده في دراسه التايم مانجمنت، ان انا ادرس اختار الهام والعاجل، اللي هو مثلا هل هينفع دلوقتي اركب باص لو المكان ده ليه باص هيوصلني، خلاص هركب الباص سنه مثلا واوفر فلوس الباص او فلوس العربيه او تعليم السواقه، فلوس تعليم ان انا اتعلم السواقه للكورس. هل انا يعني ابدا اركز انا محتاج اشتغل على ايه دلوقتي حالا، فانا دلوقتي فين من مهاراتي.